بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا صباح الفل والهنا والسعادة والسكر الزيادة. النهاردة هنعمل الكرومبة دي يا جماعة. طبعا احنا لسه بقى هنقطعها ونوضبها ونحشيها ونعمل بقى كل حاجة ان شاء الله بإذن الله مع بعض. دي كرومبة اهي. طبعا الكرومب في السوق غالي بس مش هيغلي علينا، وادينا جبنا الكرومبة الحلوة دي وهنعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله. طبعا دي شيل بتاع كيلو رز او كيلو ونص رز، مش عارفه لسه. دينا هنقطعها مع بعض وهنشوف هتشيل قد ايه رز. حبايبي احنا هو عملنا الخلطه بتاعه المحشي زي ما انتم شايفينها اهي. الرز مع القوطه مع الخضره زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انا سبكت بقى، جبت البصل وقطعته وسبكت التسبيكه، وبعد كده حطيت الخضره والرز. طبعا انتوا عارفين كل دوا، فعشان ما نطولش يعني عليكم فاحنا عملناه وده الشكل النهائي. يا ريت كل اللي يكمل معايا لغايه دلوقتي في الفيديو يحط لي بقى اللايك، واللي يبعت لي الرقم بتاعه عشان ان شاء الله باذن الله نرد لكم في الخير، ونبقى دايما كده يا رب عون لبعض يا رب، وندعي لاخواننا الفلسطينيين بالنصر ان شاء الله باذن الله. يا رب انصرهم من فوق سبع سماوات يا رب. يا رب إسرائيل وأمريكا ليها الدنيا واحنا لينا الآخرة ان شاء الله بإذن الله، وشهداء الفلسطينيين لهم الآخرة ان شاء الله بإذن الله. ده بقى الكرنب بعد ما اتسلق زي ما انتم شايفين. طبعا انا لسه هقطعه. طبعا بصوا سلقته كله اهو، لسه بقى ان شاء الله بإذن الله بقى هقطعه مع بعض ان شاء الله بإذن الله كده. طبعا الكرنبة طلعت يا دوبك تعمل قولي كيلو رز. الكرنبة متوسطة مش كبيرة قوي، يا دوبك كيلو رز بس عليها كويس قوي. طبعا يا حبايبي احنا طبعا في موسم خلاص بقى شتاء جات والكرنبة يبقى دايما، فممكن نجيب كرنب ونقطعه ونشيله في الفريزر لساعة الحاجة، بينفع والله. دي الخلطة. هقعد بقى اقطع الورق والفه. ارجو يا جماعه كل الناس الحلوه اللي بتشاهدني تعملي اللايك بتاعي، وان شاء الله باذن الله نكون عون لبعض يا رب. وانتوا حبايبي واحنا دايما كده بنكبر بعض، لان يا جماعه احنا مش هنكبر غير ببعض. وطول ما في امانه وكل واحد بيعمل اللي عليه بصدق، ربنا ان شاء الله باذن الله هيعلينا كلنا باذن الله. وانا بشكر كل القنوات الجميله الصادقه اللي بتكتب لي رقم اللايك وبتعمل لي كومنت جميل زيها، وبقول لها ان شاء الله باذن الله هنبقى مع بعض دايما وهنكبر مع بعض. الناس بقى اللي انا بشترك لها وبتجيلي برضو بتعلق لي بس ما بتشتركليش، والله برضو كل واحد وامانته. عادي، انا بعمل حاجه لله وان شاء الله باذن الله ربنا هيردها لي ان شاء الله باذن الله. ده شكل الخلطة زي ما انتوا شايفين. انا مكترة طبعا القوطة والخضرة فيها. طبعا القوطة الايام دي يا جماعة رخصت، بتيجي بقى نخزن عشان ان شاء الله باذن الله دخلت رمضان يكون عندنا في الفريزر حاجات جميلة كده وكتير اللي ممكن تغلى تاني في الايام الجاية. فنخزن وهي كده يعني الحمد لله وصلت ل10 جنيه وكيلو ونص ب10، يعني كويسة. والكرنب بقى نستنى شوية بقى لما يرخص شوية وبعد كده نبتدي نخزنه باذن الله. طبعا يا جماعه احنا كلنا الحمد لله، ربنا يا رب يدينا كده يا رب الصحه ونعمل فيديوهات جميله وحلوه. اهم حاجه يا جماعه ان احنا نخلينا اصدقاء لبعض بصدق وامانه، وان شاء الله باذن الله نكبر مع بعض وكل واحد باذن الله ينول اللي هو عاوزه. وانا في واحده والله ست محترمه صاحبه قناه كانت بتتكلم عن اللي هي لسه ما جالهاش البنكيت هو وبتدور عليه.
وبتسأل يا جماعة ايه الشروط بتاعته، وايه يعني وايه الخطوات بتاعته. يا ريت القنوات اللي جات لها وان ابتدت ان هي تاخد قبض من اليوتيوب تعمل حلقات، او تكلمنا في الفيديوهات بتاعتها عن الشروط والخطوات وازاي نتواصل، لان انا برضو مش عارفة حاجة ونفسي اعرف ايه الخطوات. يا ريت يا رب يعني كده القنوات دي تعملي حلقات او تتكلم في فيديوهاتها عن موضوع ازاي يعني نوصل للخطوات بتاعت اليوتيوب، وازاي نعرف ان قناتنا خلاص اتقبلت، وايه الخطوات، ونبعت ازاي، ونتواصل معاها ازاي. يا ريت يعني المعلومات دي، لان ناس كتير قوي مش عارفه المعلومات دي، وكل القنوات بتسأل اللي هي لسه ما اتفعلتش اللي زيي. يعني انا اتفعلت بس لسه الحمد لله ما جاليش حاجه، فعاوزه اعرف يعني ازاي الخطوات دي. طبعا انا حشيت المحشي اهو، وخليت عليه القوطه على الوش والمرقه اللحمه، مقدرش ايه بيستوي على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين. ارجو يكون الفيديو بتاع الكرنب عجبكم، وتبعتولي اللايك ان شاء الله باذن الله، والرقم بتاع اللايك ما تنسوش، ونتقابل مع بعض ان شاء الله باذن الله في فيديوهات جديده ان شاء الله باذن الله. وربنا يا رب يسهل لنا حالنا يا رب كده وننجح مع بعض. ويا ريت الناس اللي جالها ورق اليوتيوب يقولوا لنا ايه النظام وبيعملوا ايه وبيبعتوا لفين والتفاصيل، لان احنا يعني في قنوات كتير قوي عاوزه تعرف التفاصيل بتاعه الاتصال. يا ريت يعني، وان شاء الله باذن الله ننجح مع بعض. وبحب اشكر كل القنوات حبيبتي اللي بتبعت لي احلى كلام وبتشجعني ان انا استمر في القناه. وانا اسفه صوتي طبعا تعبانه عشان البرد اللي عندي. ويا رب يا رب ينصر المسلمين والاسلام والفلسطينيين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.